السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال غريب كده يمكن كلنا فكرنا فيه مرة، ليه لما بنزعل بنختار نسمع أغاني حزينة؟ مش المفروض نحاول نخرج من الحالة دي؟ وليه بنغوص فيها أكتر؟ أهلا بيك، أنا عبد الرحمن يحيى، والنهاردة هنتكلم ليه لما بنكون زعلانين بنحب نسمع أغاني حزينة. حط لايك واشتراك للفيديو وتعالى نشوف الموضوع ده سوا. العلم بيقول إن الموضوع ده مش مجرد مزاج، وإنه في كيمياء حقيقية بتحصل جوه دماغ الإنسان. لما تكون زعلان المخ بيفرز مادة اسمها الكورتيزول، ودي بتكون مسؤولة عن التوتر وعدم الراحة. بس لما بتسمع أغنية حزينة الدماغ بيبدأ يفرز مادة تانية اسمها الدوبامين، ودي بتكون مرتبطة بالإحساس بالهدوء والراحة. يعني الغريب إن الأغنية الحزينة بتخليك تحس إن في حد فاهمك، وده لوحده بيقلل الإحساس بالوحدة والضغط النفسي. وفي كمان حاجة العلماء بيسموها الكاسترايسز أو التنفيذ العاطفي، زي لما بتبكي وتطلع كل اللي جواك فبتتحسن، فبتروح تسمع أغاني حزينة فبتهدى ساعتها. في تفسير تاني نفسي بيقول إن الدماغ بيحب التوافق العاطفي، المخ بيحب يسمع حاجة تمشي مع إحساسه. يعني لو أنت زعلان الأغنية الحزينة بتخلي المخ يحس إن في حاجة فاهمها، وده بيطمنه وبيخليه يهدى. إنما لو اشتغلت أغنية فيها دروب أو حركة وأنت متضايق المخ بيحس إن في حاجة غلط، كأنك بتحاول تضحكه وهو لسه موجوع. المخ ساعات بيتعامل مع الأغنية الحزينة كتمرين آمن على المشاعر، يعني بيخليك تعيش الحزن بس من غير خطر حقيقي، فتتعلم تتعامل مع مشاعرك من غير ما تنهار. في النهاية العلماء بيقولوا إن المخ بيفسر الحزن وبيحاول ينظمه بطريقته، لكن القلب هو اللي بيعيش الإحساس فعليا. علشان كده لما الشخص بيسمع أغنية حزينة المخ بيحللها، بس القلب هو اللي بيفهمها. والتوازن الحقيقي مش إن الواحد يمنع نفسه من الحزن، لكن إنه يسيب عقله يهدى وقلبه يطمئن، دي في حد ذاتها حاجة كويسة. بس كده خلصت، سلام.